يا أستاذ عاصم خواجي، أنا لما تكلمت بالصراحة أنتم زعلتم. أنا أتكلم بالصراحة وما يعجبني كلام النفاق والكلام الفاضي والكلام الكذب، ما يخارج عندي. أنا لما فضحتكم وقلت إدارة النادي الأهلي اللي في جيزان ما أعطوني ولا شيء، وأنت قمت تتكلم ما تبغاني أصرح. أنا والله يا عاصم أصرح بكيفي، وقت ما أبغى أصرح، وقت ما أبغى ما أصرح أنا ما أصرح. لا أنت تجبرني ولا غيرك يا عاصم. أحترم الناس اللي تحترمك، إن كان تبغى تحترم الناس أحترم الناس، خلي الناس تحترمك، وإن كان ما تبغى تحترم الناس أنت حر. أنا بعرض لك على قد كلامك اللي بتسويه أنت. أنا لا أنت بترحلني ولا غيرك يا عاصم. أنا من مواليد السعودية، وأنا من مواطن من المواطنين اللي في المملكة العربية السعودية. أنا أعتبر نفسي من صاحب البلد، من نفس البلد، من منطقة جيزان ومن المملكة العربية السعودية. لا أنت ترحلني يا عاصم ولا غيرك. إذا معك كلام فاضي خليه لنفسك. أنا والله يا عاصم قسما بآية الله أصرح بكيفي، وقت ما أبغى أصرح، وقت ما أبغى أصرح أنا حر. لا أنت تجبرني ولا غيرك. أما كلامكم على الرأس والعين، لكن أنتم اللي تقولون أعطيتوني إدارة النادي الأهلي ما أعطيتوني ولا حاجة. أكذب على مين؟ أكذب على نفسي وأكذب على الناس؟ ما حد يكذب على نفسه وعلى الناس. ما أعطيتوني ولا أي حاجة، ما أعطيتوني شيء. كيف تكذبون؟ ولا أبغى منكم، ولا أنا بحاجة أي حد، ولا بحاجة أي مخلوق. رزقي على الله سبحانه وتعالى. تقولون أعطيتوني بيت، وأعطيتوني إيجار بيت، وأعطيتوني مدري إيش. أنا ما أنا بحاجتكم، ولا أنا بحاجة الإدارة حقكم. أنا بحاجة الله سبحانه وتعالى. أنا إنسان أهلاوي ومشجع أهلاوي صميم، وأقسم بالله العظيم فريق النادي الأهلي ما يفك بيني وبينه إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أشجع النادي الأهلي من قلبي، من قلبي يا عاصم، وأدافع عن النادي الأهلي من قلبي، وأتكلم في الاتحاد، وأتكلم فيك، وأتكلم في أي واحد. أما كلامك اللي قلت